انضربت، دي كان اذن بالضرب، كان كل المدرعه دي راحت توافق قصاد الكمين بتاعه، ونروح ضاربين كلنا الكمين، راح ضربه الهدف اللي قدامنا. انا ايدي بتترعش، هنا معايا 3 دنات، واحده في المدفع اسمه RPG على الكتف، واثنين في البول على ظهري. فخايف يعني لازم يعني ما صليتش تبقى مشكله. فايدي بتترعش، رحت مكبر، رحت الله اكبر الله اكبر، دايس على الزناد، راح طلع الدانه. مش بشطارتي ولا مهارتي، ده بفضل الله والقران اللي قريته. تيجي فين؟ مش تيجي في المدرعه وتولع، تيجي في تانك البنزين. هذا توفيق من عند الله. لان المدرعه تنفجر مره واحده غير ما تولع، لو ولعت هينطوا منها اللي فيها، لكن انفجر ما لحقش حد يطلع. خلصت. اتدمر الكل بالكامل بفضل الله. ال 34 فرد انتصرنا على هذه القوه الكبيره جدا اللي فيها 120 فرد. احصل الخسائر، الشيش ان عندنا 15 بطل من ابطال الصاعقه، وتم قتل 81 من القوى المهاجمه. واحنا بنحصل خسائر، زمايلي قالوا المدرعه الاخرانيه اللي بتاعتي انا بقى مشوا فيها شوي 12 فرد. مما اصابني بالجنون، عندي فرحه هستيريا، هموت من الفرحه، هموت فرحان، مش فرحه، مش مصدق نفسي. رحت كاتب التماس لقائد بحث الصاعقه زي دلوقتي، كتبت له التماس: يا فندم ارجو من سيادتك التصديق لي باي عمليات تقوم بوحده الصاعقه. خلاص بقى انت يعني خلاص اتفتحت. ما انا ما في، مش هو السوبر مان اللي احنا كانوا مرعوبين بيه، مش هو الجيش الذي لا يقهر، لا، اهو المثال اهو. قوه صغيره جدا 34 فرد، شو انتصروا على قد ايه؟ 120 فرد. الدبه الواحده من دول يا استاذه ايمان تعادل سلاحنا بالكامل اللي معنا احنا، واحده بس، هي قلعه متحركه تعادل سلاحنا احنا 34 فرد. حصلنا خسائر، شلنا شهدائنا وحصلنا قتلاهم، وتم ابلاغ القياده باللي احنا عملناه. يجوا حاولوا في نفس اليوم 1 يوليو 67 حاولوا الظهر ثاني يخرجوا بور فؤاد، كانت جت قوه مطرحنا برضه قدها برضه، صدتهم ورطهم على اعقابهم ثاني. فهنذيعوا البيان يقولوا ايه اللي حصل، لما المعركه اللي حصلت فين في سينا، فقالوا شرق القناه فين؟ في الغرب القناه محطه سكه حديد صغيره اسمها راس العش، اطلق عليها راس العش. لكن دي البدايه بالنسبه للوحدات الصاعقه، والبدايه للقوات المسلحه بعمل محترم رفع معنويات الى اعلان السماء القوات المسلحه والشعب المصري والامه كلها. تصدق ليا بهذا التصديق، فكنت كلنا عاوزين نعمل كده، بس السابقون انا المضالي سجدت لله شاكرا ان قائد سلاح الصاعقه وافقني ان اشارك في كل عمليات لا تنبع سلاح الصاعقه. امال انا رايح للجيش اعمل ايه؟ الشمس هو ده هدفك، انت عايز هدفي ده انا بتمناه وانا عايز صغير وانا 10 سنين، ده هدفي. بفضل الله سبحانه وتعالى شاركت في حرب الاستنزاف اللي هي بدات 1 يوليو 67 وانتهت ل 8 اغسطس سنه 70. 3 سنين و37 يوم. كان يعاد بناء القوات المسلحه تحت قياده العظيم ابو الصاعقه السياده الفريق اول محمد فوزي امين فوزي، كان اشد ضابط او اشد قائد في ذلك الوقت. قام ببناء القوات المسلحه، والعبقري العظيم سياده الفريق عبد المنعم رياض او بيبنوا القوات المسلحه بيبنوها. بناء الطيران والدبابات خسرناها والمدفعيات والصواريخ كله يعاد بناؤه. طيب يعني انا يمكن قلت في الاول عدد الارقام المرتبطه بالعمليات اللي حضرتك قمت بيها في فتره حرب الاستنزاف. نعم. يمكن في شيء مهم جدا يعني لازم نقوله قبل ما نتكلم على هذه الفتره. حضرتك فقدت ذراعك وفقدت رجلك في هذه الحرب. لا، رجلي 2. رجليك الاثنين، الساقين وذراع وعين. الساقين وذراع وعين. وبالتالي فانت يعني فعلا الشهيد الحي. لا كنت اتمنى والله. ربما ده يكون مش بس شرف لحضرتك، هو شرف لكل المصريين، لانه دي حضرتك ضحيت يعني بنفسك في سبيل هذا الهدف وهو حب الوطن. امتى كانت الاصابه؟ يعني في عدد كبير من العمليات، ايه هي كانت العمليه اللي طلعت بيها فقد ساقين وذراع وعين؟ دي كانت اخر عمليه. الإغارة على منطقة الشمال العدو تبعد على القناة ب 35 كيلو، يعني مخازن ذخيرة وتعليم وقود للعدو بتمد حوالي 82 كيلو من خط الريف، بتمد امدادات دي. وفي العمق العدو عمال يعربد على سمائنا في الجمهورية، زي مثلا ضرب مراسل حرب بقر في شرقية، استشهاد 30 طفل، ضرب المصنع في ابو زعبل استشهاد 100 فرد، عمال يعربد عربده. فاحنا بنضربه في الامداد بتاعه عشان نأثره شويه، عشان يخف الضغط علينا جامد.
تم ضرب هذه المنطقه بالطيران التقيل بتاعنا قذافات القنابل، تم ضربها بالصواريخ والمدفعيات، ما عملش في حاجه. لعمقها السحيق تحت الارض يمكن يوصل حوالي 10 متر 15 متر تحت الارض. القياده مدخره القنبله الذريه بتاعتها. القياده المصريه العظيمه متدخل على السلاح الاعظم اللي هو القنبله الذريه، المقاتل المصري العظيم، وهو صنع الله. صنع الله. تم تكليف مجموعه من ابطال الصاعقه كاشرف يكون منهم بان احنا نقوم بتدمير هذا الكلام. احنا طبعا قاعدين جاهزين، القائد يقول هدي حاضر، اخطف ده حاضر، اقلع عن عين ده نقلعها له، بس هو اشرع عاوز القائد. احنا امال احنا نعمل ايه؟ القائد بس يقشر اصبعه، اعمل حاضر، نفذ حاضر. وروح حضرتك دي كانت موجوده كلهم بالكامل، مش الصاعقه بس، جميع القوات مساحه بالكامل، لان رايت بعيني كلهم. يعني كانت معجزه من الكل شغال، مش الصاعقه بس. فطبعا حضرتك حصل ايه بقى؟ عدينا مشوار طويل طبعا في القصه دي، عدينا مشوار 35 كيلو، طبعا صعب عشان احكيها بالتفصيل تاخد ليله لوحدها، عاوزه ليله لوحدها. فوصلنا الاماكن دي متقسمين ثلاث مجاميع، المجموعه لها ملجا الافراد والحراسات، المجموعه الثانيه والثالثه اللي انا كنت في واحده منها تثبيت العبوات الناسفه في المخازن والملاجئ اللي هي تحت الارض تحت ذخيره وتعيينات. المجموعه الاولى خلصت مهمتها مع الافراد وجابوا قائد الموقع اسير معاهم، كان برتبه رائد جابوه، دي المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه والثالثه دخلنا على المخازن، مخازن ضخمه جدا تحت الارض، فتحنا الابواب بطريقتنا ودخلنا المخازن، وكل واحد معاه بطاريه صغيره، نورنا، نزلنا الشداتنا على ظهورنا، كل واحد شايل بتاع 50 60 كيلو مواد متفجره، وجهزنا الابوات وتم توصيل المواد المتفجره بالفتائل وعمل دائره اساسيه، وتم تدمير 11 هدف. شرحها يطول بس انا بقول باختصار. 9 مخازن ذخيره وتعيينات ووقود وملجا الافراد. كان فين مكانها بالظبط العمليه؟ على بعد 35 كيلو من القناه. شرق حته اسمها التينه، بين الكاب والتينه على بعد 35 كيلو جوه القناه. طبعا عشان نروح لها ده شغل بهلونات، شغل صعقه بقى. يعني مالكش بالموقع ده، انا عاوز الموقع ده، حاضر، القائد عاوز كده، بقول ده مالكش دعوه بيه، روح الثاني، حاضر يا فندم. خلصنا 11 هدف اتدمروا في توقيت واحد، 9 مخازن ذخيره وتعيينات ووقود، وكان في مدرعه وملجا الافراد دمرناه، وجبنا القائد اسير. انا ماشي، رجعنا في اتجاه القناه، فاضل 10 كيلو 11 كيلو على القناه. خلصتوا العمليه ومعاكم اسير وراجعين خلاص. وراجعين فاضل على كيلو على القناه حوالي 11 كيلو. انا ماشي متاخر ورا زمايلي، كنت متاخر شويه كده بادي عمل معين، مش هقول عليه ان قوات مسلحه، مش هيتقال ابدا خالص، عمل معين باديه متاخر، يجي حوالي يجي كيلو عندهم. فنتيجه لكل فعل رد فعل، اجى الطيران بعتوا لنا 4 طيارات رد فعل العمليه نفسها، قلنا 4 طيارات سكاي هوك. فالقائد بتاعنا اللي معانا اصدر امر بالانشار، اتدربنا عليه، عملنا الانشار سريعا. فانا متاخر بطريقتي، كنت متاخر اني بادي عمل معين، جاي متاخر، فاصطادني طيار. الطيار اصطادني في معركه غير متكافئه بالمره. يعني انت وطياره؟ انا وطياره لوحدنا، بيني وبين زمايلي يجي كيلو. فالمهم الطياره دي قلعه رهيبه جدا، صواريخ ورشات ومدفعيات وقنابل فيها رهيبه جدا مرعبه. بس انا جاهز للموت، مش خايف خلاص بقى انا هموت، خلاص انتهى. 1 زائد 1 يساوي 2، هتموت موت، امال هتموت انت. فبدا ينزل عليا، بسم الله ما شاء الله، طويل وصحه ومش عارف ايه بتاع، فالايد شكل باين والارض مفتوحه زي الكف الايد، مفيش حاجه مفيش حاجه عامل فيها مناوره، يعني مفيش جبل، مفيش حفره، مفيش حاجه، الدنيا زي كف ايد حضرتك بالظبط. بدا ينزل عليا بقى برشات، ينزل يضرب عليا. فطبعا تدريب عالي ورقي جدا، اهرب يمين واهرب شمال، احاوره، لان لو وقف مكاني هيصطادني على طول، هتبقى هدف على طول ثابت يجيبني على طول. اهرب يمين واهرب شمال واجري يمين وشمال، وفي نفس الوقت معاه السلاح الالي بتاعي والتسليح الشخصي للدفاع عن النفس. انا معايا 4 خزن، فمع هو ساعه ما يروح منزل عليا اروح اضرب عليه دفعه بالبندقيه بتاعت الالي دي، عشان ارفع معنوياتي، وفي نفس الوقت اعرفه اني مش خايف منك، يبقى بعت له رساله اني مش خايف منك، وفي نفس الوقت السلاح بيرفع الروح المعنويه للواحد. وفي نفس الوقت اقاتل وانا واقف وانوره، عشان لو ضربني واستشهدت وانا واقف او بستشهد دماغي مرفوعه، اقابل سيدنا النبي مرفوعه دماغي، مش متنكسه كده، مش راقد على الارض،
كل حاجه بثمنها وفي درجات. اللي راقد وكان هربان